اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي اكلات ووصفات. برحب بكل متابعيني في كل مكان. هنعمل زي ما حضراتكم شايفين الطبق الجميل ده، هنعمل بامية. جبت البامية وقمعتها اي كمية. عايزة تجيبها صغيرة وتقمعها بس وتسيبها سليمة ماشي، عايزة تجيبها وسط زي ما انا جايباها كده وتقطعيها، تقمعها وتقطعيها ماشي مفيش مشكلة. قمعت كل الكمية اللي معايا وقطعتها. معايا المية مغلية على البوتاجاز، حطيت فيها البامية. نزلت بالبامية في المية يا دوب بس تاخد غلوتين اتنين بس فيه عشان تنزل المادة اللزجة اللي فيها دي او اللي بتمط دي. معايا الطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها، وبعد كده جبت بصلاية قطعتها وحطيتها في الخلاط مع الطماطم وضربتها. علشان خاطر هعملها نية في نية. معايا البامية غلت الغلوتين ونزلت المادة اللزجة اللي فيها دي، صفيتها. معايا مادة دهنية ايا كان، زيت، حتة ليا، سمين، اي حاجة يعني دهن من اللحمة اللي موجودة. عندك لحمة عايزة تحطيها معاها يبقى طعمها جميل، عايزة تسيبها زي ما هي كده مفيش مشكلة برضو طعمها حلو. الطماطم هتتسبك، هحط لها معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح وفصين توم سلام، يعني التوم مش ههرسه، وهسيبها تغلي براحتها تتسبك براحتها. وهقوم ضيفة عليها البامية برضو تغلي غلوتين بس، وبعد كده هفرغها. عندك البامية هتبقى سليمة ماشي، هتعملها تقطعها زي ما انا عاملاها براحتك، عايزة تحط لها حتتين لحمة مفيش مشكلة. اي حاجة، هي اكلة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وحلوة وطعمها جميل. ما كلفتش اي حاجة خالص. خلص معايا البامية استوت، وزي ما حضراتكم شايفين كده هتاكلي بها عيش ماشي، رز ماشي، زي ما انت عايزة. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.